السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم فيديو جديد اللي بلشته بربيع بلادنا، ربيع الأردن. حبيت أفرجيكم هالمناظر الحلوة، زهور اللفاتة، وراح تظهر هلأ شقائق النعمان اللي بنحكي لها الدحنون. ما شاء الله السنة الربيع طالع كتير حلو وجميل. الحمد لله رب العالمين. الكل يطلع ويستمتع بالربيع، إن شاء الله الله يبعث لنا الأيام الدافية حتى نطلع ونستمتع بالربيع، لأنه أنا بعتبره من أجمل فصول السنة، خصوصا إنه بنقدر نشوف فيه الزهور اللي بتطلع وبتتفتح عن جد. بتكون مناظر الخضار بتشرح القلب. كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم. شكرا لكل حدا انضم للقناة، وشكرا لكل المتابعين القدامى، الله يسعدكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإنكم تعملوا لي لايك وتنشروا لي القناة حتى إني أضلني مستمرة معكم. الله يسعدكم ويبارك فيكم وينولكم الجنة. هون في متابعة اسمها علياء طلبت اسم الكاري اللي بستخدمه، فحبيت أصور لها إياه. وهو الكاري اللي بيجي بالتنكة الخضراء، موجود بأغلب السوبر ماركتات الموجودة في الأردن. أنا من زمان بستخدمه، ما عمري غيرته، وطعمه كتير زاكي، وحرورته معتدلة، مش حار كتير. اليوم الجمعة، أكيد نبلش بطبختنا. ما ننسى الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وذكر الله، وما ننسى الدعاء لإخواننا في غزة، الله يفرجها عليهم، آمين يا رب العالمين. بلشت هون طبعا بقلي الزهرة، بعدين بقلي البطاطا وبقلي البتنجان، واليوم حطيت الدجاج بطنجرة ضغط، لأنه بعتبر إنه بتوفر غاز، وبتوفر طنجرة الضغط وقت وأسرع. بستوي فيها الدجاج شي من 10 ل15 دقيقة بكون خالص. بعد ما يستوي الدجاج أكيد وأخلص قلي، رح نبلش بتطبيق المقلوبة اللي أغلب الأردنيين أكيد اليوم طبخينها. يعني الناس أغلب يوم الجمعة بيطبخوا مقلوبة أو منسف، وفي ناس بيعملوا ممكن مسخن حسب. بس هي هذه الأكلات الرئيسية اللي لازم تكون موجودة على كل سفرة بكل بيت أردني. حطينا أول شي الدجاج، بعدين هون بحط الخضار، وبعدين بحط الرز اللي كنت خالته، رز بشاور مع رز حبة متوسطة، وبحط عليهم بهار مشكل وبهار سادة وملح، وبحط مرقة الدجاج. وبعد ما تغلى المقلوبة بخليها على نار متوسطة حتى إنها تستوي على راحتها. وهلأ راح تشوفوا أكيد بعد ما تستوي كيف منظرها طلع شهي، الحمد لله رب العالمين. حبيت أفرجيكم هذا حجم طنجرة المقلوبة اللي أنا كنت شاريه. أنا عندي هذا الحجم اللي بيجي أصغر حجم، وعندي الحجم اللي أكبر حجم. طبعا هاي شكل المقلوبة النهائي. بس حابة أحكي للي بدها تشتري طنجرة مقلوبة، إذا بتعملوا بس كاسة ونص هذه الطنجرة، الحجم بكفي كاسة ونص رز. أكتر من كاسة ونص رز إذا ما وطينا النار تحت المقلوبة وغليت مرقة الدجاج راح تطلع من الغطاي وتعبي الغاز. فيفضل إنكم تشتروا الحجم الأكبر. طبعا هون بنبلش بالتزيينات اللي زيناها لرمضان. كانت تزيينات بسيطة، كله استعدت فيه من تزيينات العام. أنا بحتفظ بكل إشي بشتريه، ما بكرر وبشتري أي شي جديد. بس شريت هذا الهلال بنص دينار من عند بسعره نص دينار من عند أبو النص دينار. وهذا الفانوس كان عندي من العام، وهدول الحبال الصراحة كانوا عندي من العام. وكمان هدول اللي معلقين على الحيط كانوا ضلوا معلقين عندي من عام. بس هذه العلاقة كنت أحطها على الباب، بس ارتقيت إنه نحطها هون على الحيط. إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد. بعرف الفيديو اليوم قصير، بس حبيت أطل عليكم. بشوفكم بفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.